الأخ أبو طلحة يقول السلام بالليبي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد منكم نصيحة يا شيخنا لأخ وصديق تحبه في الله، سبق وأن نصحناه بأن لا يستمع لسعيد الكملي ولكنه رفض النصيحة، وأنه يرى في سعيد بأنه علامة على حد وصفه. فنريد منكم بارك الله فيك أن تبينوا لنا من هو سعيد الكملي وما هو المنهج الأشعري الذي يتكي عليه ويتبناه، علما بأنني بحثت عن رأي العلماء والمشايخ تجاه هذا الشخص ولكني لم أجد ما يفيدني. بارك الله فيك. إذا أراد الإنسان أن يبحث يسأل، أما أن يذهب ويسأل في جوجل فتأتيك أشياء أحيانا تضلك. بارك الله فيك. الإنسان ينتبه. جوجل ليس محل بحث للمبتدئين من طلاب العلم، لأنه قد يدخلك في مواقع محظورة، مواقع حزبية، مواقع فتن، فعلى الإنسان أن يحذر. هذا أولا. ثانيا، نحن بينا حال هذا الرجل، ولو نظرت لهذا الرجل لا تجد يمشي على طريقة أهل السنة والجماعة، فلا تجد منه تحذير من أهل البدع أو من الحزبيين، مع ما أكثرهم في بلاده المغرب كثيرون، الصوفية والقبورية والإخوان والتكفيريون، ولا تجد له كلام حول هذا البت. هذه من ناحية. من ناحية أخرى بارك الله فيك، الرجل تتلمذ على الغماري وعلى الشنقيطي الددو إخواني، وقل أن ينجو الطالب من تأثير شيخه عليه. كما أنه إذا ذهب إلى بعض البلدان نزل عند الحزبيين كما فعل في الرياض، ينزل عند الحزبيين، وفي الجزائر ينزل عند الصوفية، واستقبلوه في بعض الأماكن بقصيدة البردة ينشدونها ويرقصون وهو مبتسم وفرحان، مما يدل على أن الرجل على انحراف. كذلك يقول عن المولد النبوي إنه يوم مميز، أي تمييز فيه، هذا دعوة إلى الاحتفال بهذا المولد. أما من ناحية العقيدة فيأتي في باب الأسماء والصفات فيذكر الأقوال كأنها خلاف معتبر بين أهل السنة والأشاعرة، فيقول قال أهل التأويل وقال غيرهم تجري الأمور على ظاهرها. مثلا في صفة الاستحياء لما تكلم على حديث إن الله حق يستحى منه، تكلم على أقصد صفة الحياة، فتكلم عليه ونقل كلام الأشاعرة. فلما ينقل كلام الأشاعرة يطنب فيه ويقويه، ثم يأتي وينقل كلام أهل السنة بشيء من التوهين وشيء من الضعف. بارك الله فيك. وأحيانا يحاول أن يعمي على الناس فيقول عن مذهب السنة وهو أسلم. طبعا هذه الكلمة قالها قبله من الأشاعرة من قالوا منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. فقوله وهو أسلم لا يدل على أنه على المنهج السلفي، فهذا أصلا كلهم يقولون منهج سلف أسلم، لكن هم يرون أيضا أن منهج الخلف أعلم وأحكم، وهو منهج التأويل، وهذا الذي يقوي ويذكره بقوة. والواجب على الإنسان إذا كان سلفيا وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة أنه إذا ذكر الأقوال بين أن الحق هو قول أهل السنة، وضعف قول أهل البدع أهل التأويل، وبين ضلاله وانحراف. أما الرجل فلا يفعل. فلهذا على هذا الأخ أن يتقي الله في نفسه، أن يتقي الله في نفسه. وإذا أراد أن يسمع للشيخ بن عثيمين، فهو لا يقارن بهذا أصلا، ولا يمكن أن نقارن. لو قارنا الشيخ بن عثيمين بهذا الغر لا استنقصنا الشيخ بن عثيمين. لكن أنا أقول إذا أراد أن يسمع في العقيدة في العلم في هذا الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني. أما هذا الغر فيسميه علامة، فهذا مسكين. فننصحه بأن يتركه وأن يتقي الله في نفسه، فإن استجاب لكم فالحمد لله، إن يستجب لكم اتركوه ولا تبالوا به.